السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض الباستا او الباستا فلورا. هنعرف المكونات بتاعتها معانا، بس قبل ما نعرف اي مكون احب افكركم تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم لايك للفيديو، وطبعا ده دعم ليكم ليا عشان نقدر نستمر. دلوقتي هعرفكم المقادير بتاع الباستا. الباستا معايا 4 كوبايات دقيق زي ما قلت لكم، نوع معين انا بستخدمه، منخول طبعا. معايا كوبايتين زبدة، كوباية سكر، 4 بيضات لو حباية البيضة كبيرة، لو صغيرة زي اللي عندي كده انا هحط 5، باكت بيكنج باودر ورشة فانيليا. ونقول بسم الله نبدأ على طول. يلا بينا. اول حاجة هنعملها هنجيب السكر، هننزل بالسكر بتاعنا، وهننزل بكوبايتين الزبدة، كوبايتين زبدة بلدي. اي نوع زبدة انتي بتعتمديه للحلويات عادي زي ما تحبي، دي حاجة حرية شخصية. بنزل بيها كده، يبقى كوباية السكر على كوبايتين الزبدة. تمام. وهنبدأ نضرب كويس. انا هنا ضربته مدة حوالي 10 دقايق علشان اتأكد ان السكر اتجانس، يعني ما بقاش فيه حبيبات، خلاص داب تماما في الزبدة. هننزل بعد كده بالبيض. احنا قلنا 4 بيضات لو حجم البيضة كبيرة، لو 5 بيضات يبقى الحباية صغننة. انا هنا معايا 5 بيضات لان الحبات بتاع البيض بتاعي صغير. هننزل بالخمس بيضات، ونقطة او نقطتين من الفانيلا. ونرجع نضرب تاني حوالي برضو 5 دقايق. كده هي لسه ما جهزتش يا جماعة. احنا بنفضل نضرب فيها لحد ما تبقى شبه الكريمة. عجينة الباستا ما بتدخلهاش سوائل، بتعتمد على الزبدة والبيض. لازم تضربيها كويس جدا عشان كل ما تبقى كريمية اكتر كل ما تبقى العجينة معاكي هشة وجميلة. تمام. هنرجع نضرب تاني 10 دقايق كمان او 5 دقايق على حسب ما المقدار ياخد معانا. شايفين يا جماعة المقدار معايا شبه الكريمة ازاي؟ بقى شبه الكريمة ازاي؟ كل ما هضربه كل ما يبقى شبه الكريمة اكتر. وبكده تكون اتضربت كويس. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده هو نزول الدقيق على المكون ده. الدقيق عندي بننزل بيه تدريجي، بنزل بالدقيق وبعد كده بنزل بباكت البيكنج باودر. تمام. وبسم الله وننزل بالدقيق كده، يعني بننزل كوبايتين دقيق ونروح حاطين عليه باكت البيكنج باودر. يكون بيكنج باودر مضمون انتي استخدمتيه كويس. اللي حابب يحط محسن مفيش مشكله. معلقه بيكربونات الصوديوم كويس جدا، هتديكي اداء كويس جدا، بس انا هنا مش عندي فانا مش هحط. تمام. انا كده نزلت بباكت البيكنج باودر. هننزل دلوقتي بباقي الدقيق.
وهبدأ اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها. تمام، نقلب كويس لحد ما العجينة كلها تتداخل والدقيق يختفي. تمام، بصوا يا حبيبي العجينة كده جهزت. شايفين القوام عامل ازاي؟ اهي عجينة طرية خالص مش بتلزق اهي، خلع معايا اهي خالص اهي كده، تبقى هي جاهزة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب قالب او صينية مقدار 30 سنتي. انا عندي القالب ده دهنته زبدة بدرته بحبة دقيق. هبدأ احط عليه العجينة، بس قبل ما ابدأ هقول لكم على حاجة انا بعملها. انا هاخد مقدار كورة عجينة، كورة زي دي كده، انا هاخدها هحتاجها هبشرها على وش الصينية. هوريكم دلوقتي انا هعملها ازاي. هنفرد دلوقتي العجينة في الصاج بتاعنا او القالب بتاعنا ونشوف هنعمل ايه تاني. شايفين حبايبي انا هنا سويت الصينية خالص اهي، العجينة بتاعتي سويتها خالص، خليتها بسمك واحد زي ما احنا شايفينها كده. تسويها كويس جدا، تضغطي عليها كويس جدا، ما تخليش جنب اعلى من جنب عشان تطلع كويسة معاكي. نيجي دلوقتي لاهم مرحلة او مرحلة الطعم بقى. انا بفضل ان انا استخدم فيها مربى مشمش، بس انا دلوقتي متوفر عندي مربى فراولة، وبيبقى طعمها برضو تحفة بمربى الفراولة. فاحنا هنجيب الفراولة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، دي مربى فراولة انا هنا عاملاها في البيت. ان شاء الله هننزل بالفيديو بتاع المربات الفترة الجاية، نعمل لكم مربات كتيرة بانواع مختلفة. اول حاجة هنعملها هنا ان احنا هننزل بالمربى بتاعتنا كده اي شكل انت عايزاه، وبسباشلة بقى معلقة، وهنبدأ نساوي المربى دي على وش العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا انا حطيت معاكم مقدار مربى، وهي كده كده هتاخد تاني مربى، انا بس بحط شوية بشوية. ليه؟ علشان تبقى كويسة معايا، اقدر اتحكم في مقدار المربى اللي انا عايزاه، ما احطش المقدار مرة واحدة واقول ايه ده المربى طلعت معايا كتيرة. لا، انا بحط بالراحة خالص اهو، واحدة واحدة، وببدأ املى وش القالب بتاعي كله بصوص المربى اللي انا عاملاه كده. تمام، انا كده دلوقتي فردت معاكم صوص المربى زي ما انتوا شايفينه كده اهو بكل سلاسة، وحطيت الكمية اللي تعجبني. عايزين تزودوا زودوا، حابين تبقى الحاجة خفيفة خالص مفيش مشكلة. الفراولة لو زودتي فيها مفيش اي مشكلة، بس ما تزوديش في صوص المشمش لانه هيدي مزازة. فاكرين ان قطعة العجين اللي قلت لكم اللي انا هشيلها؟ طبعا فاكرينها، زي هتتنسي. انا عملتها 4 قطع صغيرين. هنعمل فيها ايه بقى؟ دي هوريكم دلوقتي. هناخد اول قطعة زي ما انتوا شايفين معايا كده، ومبشرة اهي، قطعة ومبشرة سهلة خالص اهي، عملتش حاجة انا. وهنبدأ نبشر حتة العجينة دي كده كده على وش الصينية، وحاولي ما تخليهمش يلزقوا فوق بعض اهي بالمنظر ده كده كده كده. وهناخد العجينة اللي بعدها هنعملها بنفس المنظر اللي احنا عملناه ده. انا كده هنا بشرت كل العجينة اللي كانت معايا
بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، وفيكم تزودوا العجين اللي انتوا هتبشروه اكتر من كده لو انتوا مش حابين المربى تبان، وفيكم كمان تعملوه زي الاسطوانه كده وتعمل، بس انا بفضل الحركه دي تديني شكل احسن بعد التسويه. دلوقتي هنيجي لاخر مرحله وهي مرحله التسويه. انا شغلت الفرن ورايا على درجه حراره 180 مسبقا. هنزل هفتح الفرن واحط الصينيه بتاعتي على درجه حراره 180 زي ما قلت لحضراتكم لمده 40 دقيقه، وان شاء الله هنشوف هي هتطلع ازاي مع بعض. شايفين حبايبي؟ شايفين الجمال؟ الصينيه اهي بعد ما طلعت بقت تحفه جميله، مش محتاجه ولا اي كلمه. فعلا فعلا اللي هيعتمد الوصفه دي اقول ايه، بألف هنا وشفا عليه. دلوقتي احنا هنقطعها وهوريكم هتطلع ازاي. يلا بينا نجيب طبقنا الجميل ونخرطها مع بعض. شايفين يا حبايبي انا كده خرطتها، انا بس عايزه اوريكم هي طالعه ازاي، قد ايه طالعه، يا لهوي على الجمال. شايفين ناعمه خالص ازاي؟ شايفين انا بعمل ايه؟ يا نهار ابيض، والله والله اللي ما هيجرب الوصفه دي هيفوته كتير 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 جدا. تعالى بقى نحطها كلها في طبق التقديم ونشوف هتطلع بالشكل ازاي. شايفين ما فيهاش غلطه من فوق وتحت، جميله. شايفين حبايبي؟ شايفين التوريقه والفراغات ماليه للخرطه ازاي؟ ده نتيجه الضرب. اضرب كويس عشان تلاقي نتيجه حلوه. انا والله ما ريحتها، يعني انا ما ريحتهاش، هي لسه سخنه، عشان كده انا بطلعها بالراحه. فنصيحه مني وانتوا بتطلعوها او لو هتخرطوها سيبوها ترتاح شويه. شايفين الجمال؟ شايفين يا جماعه؟ والله لسه الدخان طالع منها اهو. عايزه اقول لكم انا بحبكم جدا ومش مخبيها عنكم ولا اي تكه ولا تركه، يعني بكل تكتها وحركاتها عملتها معاكم. مش عارفه اقول لكم ايه. ان شاء الله الفيديو الجاي هتلاقوا فيه وصفات حلوه جدا. اهم حاجه بس ما تنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.